السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا جبت لاختي مفاجأة، هي بتفتحها هي قدامكم طبعا، وهي اتفاجئت معاكم طبعا. ما تقولوش بقى دي حاجة عادية ودي رجول فراخ ومش عارف ايه. عايزة اقول لكم ان رجول الفراخ دي اصلا مش موجودة في الغردقة تماما، يعني مش بتلاقيها. يعني انت هتجيب فرخة مثلا، هما رجلين بس بتوع الفرخة وخلاص كده. فما فيش الكلام ده في بلاد كتير قوي، ما فيهاش غير لما انت تشتري الفرخة يديك الرجلين بتاعتها. انما مفيش كده، يعني مفيش بالكيلو زي عندنا هنا في القاهرة، مفيش بالكيلو. فدي بالنسبة لاختي كانت مفاجأة، ان هي بتحب الرجول هي واولادها وكده، فمش بتلاقي منها، فبتبقى بالنسبة لها حاجة كده، يعني حاجة اثرية، حاجة كنز. لا وعثروا على كنز كده. طبعا انتوا عارفين انا ما بحبش الحاجات دي نهائي. فهي بقى قالت لي ايه، انا انت هتجيبيها مثلا، انا انت هتنضفيها ولا انا؟ قلت لها مش هنضف الحاجات دي. قلت لها انت نضفيها، عشان انت عارفه انا ما بحبش الحاجات دي، او هي ما بتحبنيش يعني، بس انا ما باكلش يعني الحاجات دي يعني. بس فاختي بقى ايه اقترحت عليا بعد ما لقيت الرجول وكده، ان احنا نجيب حاجه المحشي. تمام. فعملت هي ميه للرجول، شوربه يعني، وحطت فيها طماطم وبصل وتوابل وبهارات. هي بقى اللي عملتها، عشان انا فعلا مش بعرف اعمل يعني، انا مش بحب الحاجات دي يعني. هي بقى غسلتها كويس وعملتها وعملت لها الشوربه بتاعتها اللي احنا هنعمل منها المحشي. لان هي قالت انا هعمل محشي بشوربه الرجول. انا الصراحه حاجه غريبه عليا يعني، فاللي بيعمل كده يكتب لي في الكومنتات، يعني بتبقى ايه الدنيا وكده، وده حاجه عاديه ولا احنا بنخترع ولا ايه، مش عارف. المهم جبنا محشي. جبت حاجة المحشي، محشي مشكل، كوسة وفلفل. هي كده كانت بتحط بقى ملح وليمون. كانت بتحط ملح وليمون على الرجول علشان بتنقعها، وبتغسلها برضو بعد الغسلة دي بتغسلها تاني بالخل. تمام كده. هي بقى قادرة بقى هي بتغسلها ازاي. المهم بقى بعد ما عملت كده ونقعتها في الخل والملح والليمون، حطيتها في المية المغلية، وسابتها بقى لغاية ايه، لغاية اما استوت. انا جبت بقى محشي مشكل وعملناه بالشوربه بتاعه الرجول، والصراحه كان تحفه يعني. فدي كانت تجربه بالنسبه لنا جديده عليا، انا ما بعرفش الحاجات دي اصلا. فلو انتوا بقى عملتوا كده جربوا، او لو انتوا ما عملتوش فجربوا، لو انتوا بتحبوا الرجول او لا. وقولوا لي بقى في التعليقات ايه رايكم.